صباح الخير عليكم. النهاردة أنا عاملة وصفة جميلة. مش عيش. آه نعمل جنب منها كده اللبن المغلي أو الحليب المغلي. ده مش عيش يا جماعة. آه الوصفة ديت آه غير العيش، جميلة جدا. شوفوا، بسم الله ما شاء الله. نسكرها كده أو نعسلها من فوق بعسل أبيض، أو ممكن لو عسل أسمر، أو ممكن شربات تقيل اللي موجود عندك اعملي بيه، أو المتاح معاك اعملي بيه. شوفي، قطنية وجميلة وخفيفة. العجينة بتاعتها جميلة، أنا مش قادرة أمسكها بس عشان سخنة شوية، لكن جميلة. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. أنا معايا كوبايتين مية. لو دافية بسيط تبقى أحسن يعني، بس احنا عشان الجو صيف أنا خدتها من الحنفية. عليها بكوان خميرة، ونضيف عليهم نص معلقة بيكنج باودر كمان. وعايزة ما تحطش بيكنج باودر مش مهم، بس هتسيب الخميرة تزيد شوية. ومعاهم نص كوباية زبدة سايحة بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة خل. ونروح جايبين لهم كمان نص كوباية سكر، يفضل ان السكر يكون ابيض. وبيضة زائد بياض بيضة. ونديلهم كده لفة جميلة كده، تقليبة. شيلنا صفر البيضة اهوت عشان ندهن بالوش. نديلهم تقليبة كويسة كده حلوة، ونروح جايين معاهم وضايفين باكوين فانيليا. دايما البيض مرتبط بالفانيليا. ونديلهم تقليبة برضو جميلة كده، ونروح جايين عليهم ونازلين بمبدئيا 5 كوبايات دقيق، لكن هم بياخدوا 6 كوبايات، 6 وربع، يعني بيفيض من الكيلو حوالي 4 معالق بالكوباية بتاعتي. هي كوباية المج. احنا ضفنا 5، الستة هيت، ونقلبهم. ضفنا 4 ودي ال5 نقلبهم اهيت. لقيناهم محتاجين لسه، فحطيت الكوباية ال5. هنحط الكوباية ال5 ونقلبها معاهم اهيت. ونديله تقليبة برضه، هنحس ان هو عايز برضه حاجة خفيفة عشان العجينة لسه شبه ملزقة في ايدينا هي. فهنجيب الكوباية التانية اللي هي الكوباية الستة، ننزلها كده. دي نص كوباية، وهسيب نص تاني برضه للتدريج اهوت. النص التاني ورحت جاية لما بيه العجينة. بسم الله ما شاء الله. يعني هم 6 كوبايات، مع نص كوباية السكر، مع بيضة وبياض بيضة، مع كيسين خميرة، ونص معلقة بيكنج باودر، مع نص كوباية زبدة سايحة. لو عايزة تزودها تبقى تلتين كوباية أو 3/4 كوباية ماشي. أنا حطيت مع الملح ذرة دقيق في أول، ذرة ملح في أول كوباية دقيق. الخميرة طبعا زايدة، وشوف نازلة جميلة سلسة في ايدينا اهيت. نديلها كده لفة على ايدينا بسرعة على بره، ونبدأ ندي فرشة واحدة في الصينية زبدة، ما تكتروش زبدة. فرشة واحدة في الصينية زبدة أو سمنة. ولو عايزة تبدلي في العجينة سمنة بدل الزبدة حط سمنة بدرجة حرارة النار. هنقطعهم التقطيعة بتاعتنا كده تبع ما انت عايزة تعملي العجينة بتاعتك، أو الدمش بتاعك. فأنا بحب أعمل الكوريات بين إيدي، بتبقى أحسن وبتطلع جميلة عن ما أنا بعملها على الرخام. طبعا العجينة ما خدتش حوالي نص ساعة خمران، لأن الجو صيف فخمر بسرعة. نيجي بقى على القطعة بتاعتنا كده، ندهن الصينية بتاعتنا زبدة برضو خفيفة، ونيجي نفرد كل كورة ونحط بقى ايه. انا حاطة جبنة دومتي ولفتها شوية سلسة في ايدينا، لانها واخدة المكونات بتاعتها مظبوط.
نحشيها جبنة، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشيها. أنا هحشي النهاردة صينية جبنة وصينية هحشيها كريمة كراميل، زبدة كراميل. الولاد قالوا اعملي بزبدة الكراميل، فعملت واحدة حادقة بالجبنة والتانية بزبدة الكراميل. كمية العجين دي ادتني 20 دنش، 20 واحدة، بحجم رغيف العيش الفينو. طبعا كفاية واحدة على الفطار مع كوباية لبن أو عشاء، أو تاخدوها معاكم في رحلات، وممكن لفطار المدارس. بتنفع يعني في أي مشوار انتوا رايحينه أو الأولاد رايحينه، أو فسحة أو حفلة ياخدوا منها. بالحشوات زي ما قلنا، زي ما انت عايزة اعملي الحشوات اللي انت عايزاها، ونرصها في الصينية اللي مدهونة بزبدة خفيفة. طبعا صفار البيض انا حطيت معاه معلقة لبن، ورحت جاية دهنة وش دهنة الوش بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. وممكن تزوقيه بسمسم او بحبة البركة زي ما انتوا شفتوا كده. في الاول انا كنت عاملاها بحبة البركة، نرشها عليه قبل ما يخمر علشان تمسك. نكون مولعين الفرن بتاعنا على اعلى درجة، وندخل ونسيب الصواني بتاعتنا حوالي 10 دقايق بره. الخميرة بتشتغل فيها وبتتضاعف، العجينة بتاعتنا حجمها بيتضاعف تاني وبسرعة. وندخلها الفرن على اعلى درجة فوق الشبكة محطوطة في النص. وما تشغليش الشواية من فوق غير لما تلاقيه اصفر من تحت باللون الذهبي، تروحي جاية مشغلة الشواية لمدة دقيقة واحدة أو نص دقيقة، بيكون متحمر. عايزة تشغلي من فوق وتحت، يبقى تحط الشبكة على أول درج تحت. ما بياخدش معاكي 10 دقايق، وبيطلع بالطريقة الجميلة اللي انت شفتي. شوفوا الخميرة اشتغلت فيها اهيت، بعد 5 دقايق بالظبط كانت الخميرة اشتغلت فيه تاني للمرة التانية. وادي تسويته يا جماعة، ان شاء الله يعجبكم ويكون فيه شير ولايك وحاجات جميلة زي ما قلنا. نساعد بعض كده ويكون فيه شير ولايك وتدوسوا الجرس. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.